هو الرئيس جمال عبد الناصر الذي جاد بأنفاسه الأخيرة في الساعة 6:15 من مساء اليوم. اللحظة دي يا جماعة مش مجرد بيان ولا خبر في نشرة أخبار، دي لحظة بلد كاملة حست إن في حاجة اتكسرت جواها، اللي بتخلي الواحد يقبض علشان يدي صوته لحد تاني. لما تسمع الكلام ده تحس إن مش بيتقال علشان يتسجل، لكن علشان يتصدق، علشان اللي قدامه يحس ان في حد واقف في صفه. علشان كده الفقير حبه مش لانه وعده بالجنة، لكن لانه حاول يديله كرامة على الارض. لا يمكن يكون هناك مساواة بين واحد مش لاقي يتعشى وبين واحد عنده 100,000 جنيه. الناس ما بتحبش الزعيم علشان صوته عالي ولا علشان خطابه طويل، واخدنا ال500,000 فدان علشان نديه ل100,000 عيلة او 120,000 عيلة. الناس بتحب اللي صادق. جمال عبد الناصر كان واضح، يمكن تتفق معاه او تختلف، لكن عمرك ما تقول انه كان خاين او كان بيلعب او بيزور احساس. قررت ان اتنحى تماما ونهائيا عن اي منصب رسمي واي دور سياسي، وان اعود الى صفوف الجماهير أؤدي واجبي معها كأي مواطن آخر. إن قوى الاستعمار تتصور أن جمال عبد الناصر هو عدوها، وأريد أن يكون واضحا أمامهم أنها الأمة العربية كلها وليس جمال عبد الناصر. كان بيغلط ايوه، ما هو في الاول وفي الاخر انسان، بس كان بيطلع يتحمل مسؤولية، وكانت الناس تحس ان اللي بيغلط واقف قدامهم مش مستخبي ورا حد، وده نادر جدا. نحن معك يا عبد الناصر بالصبر والصمود، معك بالتصميم والإصرار. يطلع بكل قوة يقول لا. لن يكون سيادة في مصر إلا لأبناء، لن تكون سيادة في مصر إلا لشعب مصر. والآن وأنا أتكلم إليكم يتجه إخوة لكم من أبناء مصر ليديروا شركة القنال ويقوموا بعمل شركة القنال. الآن دلوقتي يستلم شركة القنال، شركة القنال المصرية مش شركة القنال الأجنبية. قاموا دلوقتي ليستلموا شركة القنال ومرافق شركة القنال ويديروا الملاحة في القنال. القنال اللي بتقع في أرض مصر واللي بتخترق أرض مصر واللي هي جزء من مصر واللي هي ملك لمصر. اللحظة دي مش لحظة سياسة، دي لحظة كرامة. الشعب حس ان البلد دي ممكن تقول لا حتى لو العالم كله قال نعم. عبد الناصر هنا ما كانش بيتكلم عن قناة السويس، كان بيتكلم عن إحساس، عن إنك واقف على رجليك مش مديون بالكرامة. هل معنى ذلك أننا لا نتحمل مسؤولية في تبعات هذه النكسة؟ وأقول لكم بصدق وبرغم أية عوامل قد أكون بنيت عليها موقفي في الأزمة، فإنني على استعداد لتحمل المسؤولية كلها. مهم نقول جمال عبد الناصر مش ملاك، مش معصوم من الخطأ، مش قديس في كنيسة، وأخطائه كانت تقيلة، لكن الفرق إني ما هربش وإنه ما اتكسرش وما قالش مش أنا. لم أعتبر لدقيقة واحدة أن خروج جماهير شعبنا برغم الظلام وبرغم غارات العدو مساء يوم 9 يونيو تكريما لشخصي، وإنما
اعتبرت أن ذلك الموقف كان تصميما على نضال. ولقد قلت مرات عديدة إن هذا الشعب قد أعطاني أكثر مما حلمت به في أي يوم من الأيام، ولقد رفعت صوتي أكثر من مرة محذرا من الاعتماد على الفرد، لأن كل فرد له دوره يؤديه يمكن السياسات تختلف، لكن النية كانت واضحة إن البلد دي مش للأغنياء فقط، وإن اللي تعب لازم يعيش. علشان كده لسه اسمه مربوط بالناس البسيطة. 1,000,000 عامل بياخدوا قد 5000 واحد. الناس ما اشتاقوش لجمال عبد الناصر علشان الماضي، لكن علشان الإحساس إن في حد شايل الهم عنه. هل سنعود إلى التهريج؟ إني لا أريد منكم أن تقرنوا اسم جمال بهذه الطريقة. إننا إذا كنا نتكلم معكم اليوم فإنما نتكلم لنسير إلى الأمام بجد وبعزم، لا بتهريج ولا بوساف. ولا يريد جمال مطلقا أن تهتفوا باسمه، إننا نريد أن نعمل لنبني هذا الوطن بناء حرا سليما أبيا. ولم يبنى هذا الوطن في الماضي بالهتاف، وإن الهتاف لجمال لن يبني هذا الوطن، ولكننا يا إخواني سنتقدم سنعمل للمبادئ وسنعمل للمثل العليا. بهذا سنبني هذا الوطن. المشهد ده شوية ما تستعجلوش، ده مش جنازة عادية ولا وداع رئيس، ده أكبر جنازة في تاريخ مصر الحديث. ناس طالعة من كل حتة، رجالة ستات أطفال وشوش باكية. اللي بيبكي في الجنازة دي مش جمال عبد الناصر، اللي بيبكي في الجنازة دي حلم وزمن وأمل، كأن الناس متعلقة بيه. في الجنازة دي مصر كلها كانت بتقول احنا اتيتمنا، احنا خسرنا اللي كان بيحس بينا. جمال عبد الناصر اتدفن في الأرض، لكن اتحفر في الذاكرة واتحفر في القلوب. يمكن احنا ما بدأناش الحلقة بأهلا بكم عاملين ايه، لأن اللحظة ما كانتش مستحملة تحية. بس قبل ما نمشي أحب أقول لكم أهلا بكم وعاملين ايه، واتمنى تكونوا بخير دايما، وتكونوا حسيتوا مش سمحتوا بس. لو الحلقة دي لمستك، لو فكرتك، لو وجعتك شوية، خليها توصل، ابعتها لحد، شاركها، مش علشان عبد الناصر لكن علشان نفتكر ان البلد دي كانت في يوم بتحلم. اشتركوا في القناة لو ما اشتركتوش، ولو حابب تسيب رأيك اكتب باحترام ان اللي فات ده تاريخ ناس مش وجهة نظر وبس. كده تصبحوا على وطن يفتكر وما ينساش. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.